بصوا بقى يا حبايب قلبي، جايبالكوا النهارده وصفه من اللي كلنا بنعملها في العيد. الرقاق باللحمه المفرومه. لو الرقاق بيطرى معاكي او بيطلع معجن ومش بيبقى مورق كده ومتماسك، تعالي اقولك تعمليه ازاي يطلع معاكي مظبوط من اول مره، مورق وناشف من بره وطري من جوه، والحشوه تكون متوزعه صح. وهقولك كمان على حاجه مهمه جدا، ازاي تحطي كام ورقه في الصينيه وتبليهم ازاي، وازاي يطلع معاكي بالترتيب ده، وكمان ما يلزقش معاكي في الصينيه وانتي بتطلعيه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، ويلا بينا نبدا على طول ونقول بسم الله. اول حاجه هشوح اللحمه المفرومه في طاسه سخنه على النار. هحط فيها نص كيلو من اللحمه المفرومه من غير اي دهون. انتوا شايفين اللحمه اللي انا مستخدماها نزلت دهون ازاي بعد ما اتشوحت كويس؟ لو اللحمه اللي عندكم حمرا قوي وما فيهاش اي دهون خالص، حطوا معلقه كبيره من السمنه علشان ما تنشفش معاك وتفضل طريه وطعمها حلو. ونزلت عليها ببصله متقطعه قطع صغيره كده علشان طعمها ما يبقاش باين قوي في الاكله. وكمان ضفت معاها معلقه صغيره من الثوم المهروس وقلبناهم كلهم كده مع بعض. اول ما البصل يدبل معانا، نضيف التوابل. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والكمون، ولو عندنا توابل لحمه نضيف منها نص معلقه، ورشه قرفه كده لو بتحبوا، ورشه توم بودره ومعلقه صغيره من الملح. نقلب كل الكلام ده كويس جدا مع بعضه. انا كمان حبيت اضيف فلفل الوان وقرن فلفل حار، وعايزه اقول لكم بجد كان طعمه خطير جدا مع الفلفل. هنقلب كله ونسيبه على النار حوالي 5 دقايق كده عشان الفلفل يدبل مش اكتر. وبكده تكون الحشوة جاهزة معانا. نجهز بقى الرواق. هنستخدم في الوصفة دي 8 ورقات من الرواق الناشف. جبت صينية حطيت فيها مية من الحنفية عادي جدا، وضفت فيها معلقة صغيرة من الملح وقلبت كويس لحد ما الملح يدب. هنبدأ في الأول نبل 4 ورقات من الرواق، مش هنبل ال8 مرة واحدة. طريقة بل الرواق هنا مهمة جدا. بايدك كده او بمعلقة بناخد المية ونبدأ ان احنا نرشها كده على ورقة الرواق. المكان اللي هيجي عليه مية ما نحطش عليه مية تاني، وهكذا لحد ما نخلص الجنب الاول، وبعدين نرجع للجنب التاني. وبنكون مجهزين فوطة مطبخ نحط عليها الرواق. وانا بحط الرواق على فوطة المطبخ، محطش الرواق فوق بعضه، لا، كل ورقة رواق بعيدة عن التانية علشان ما يلزقش ويعجن. برضو بايدنا كده نرش المية على الرواق، داير داير كده لحد ما الرواقة تخلص. بعد ما خلصت خلاص بل الرواق، بجيب الصينية اللي هتاخد حجم الرقاق اللي عندكم، وبدهنها دهنة سمنة خفيفة، وببدأ أرص ال4 ورقات الأول. بعد ما بدهن الصينية سمنة خفيفة، ببدأ أحط الرقاق زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين أدهنه سمنة خفيفة برضو. بين كل طبقة وطبقة من الرقاق بدهن سمنة خفيفة زي ما انتوا شايفين كده. نقطة مهمة جدا، ما نبلش الرقاق كله مرة واحدة علشان ما يطراش بزيادة. لو أول مرة تعمليه اشتغلي براحتك خالص وما تستعجليش، أهم حاجة الترتيب. باجي عند رابع ورقة من الرقاق مش بحط سمنة خالص، علشان احنا هنحط الحشوة دلوقتي. طبعا انتوا عارفين ان اللحمة فيها نسبة من الدهون، فاحنا مش مضطرين خالص ان احنا نحط سمنة في المرحلة دي. نفرد الحشوة كويس جدا وما نخليهاش تيجي عند الاطراف عشان ما تتحرقش. بعد كده نبدأ نبل ال4 ورقات من الرقاق. في حد هيقولي دلوقتي احنا ليه ما بليناش ال8 رقات مرة واحدة؟ لان لو كنا بليناهم من الاول كان ورق الرقاق طري، واحنا مش عايزينه طري قوي ولا متقطع، احنا عايزين ورقة الرقاق تكون ماسكة نفسها كده. فهنبل ال4 ورقات دلوقتي، فلما نخلص اخر ورقة من الرقاق بل، هتكون الاولى طريت كده، معجنتش، هتكون طرية وماسكة نفسها.
ونبدأ بقى نرصها في الصينية برضو. وبعد كل طبقة من الرقاق بندهن سمنة خفيفة. هنستخدم في الوصفة دي حوالي كوباية إلا ربع سمنة، ولو انتم مش بتحبوا السمنة تكون يعني ايه تقيلة وعايزينها قليلة خالص، نص كوباية هتكفي معاكم. هنحتاج السمنة هنا سايحة. بعد ما خلصنا الرص بنقطع الرقاق قبل ما يدخل الفرن، وندهن الوش بسمنة خفيفة. قولولي بقى انتوا بتحبوا تاكلوا الرقاق في المناسبات ولا زي كده من غير سبب؟ على فكرة في ناس بتحب تحط شوربة بدل اللبن في الآخر، بس أنا بفضل اللبن علشان بيخلي الوش ياخد لون حلو وطعم غني الصراحة. أنا الرقاق ده من الحاجات اللي دايما بعملها وخاصة في العزايم، وبيخلص ومش بلحق أكل منه. جربوه، قولولي رأيكم في الكومنتات، ولو عندكم طريقة مختلفة قولولي عليها علشان نعملها مع بعض. هندخله فرن سخن على درجة حرارة 200. قبل ما ياخد لون نطلعه ونسقيه بكوباية لبن بارد ونرجعه تاني الفرن. انا دخلت الصينية الفرن من غير ما اسقيها في الاول علشان الرقاق ياخد لون بسيط ويقرمش كده من تحت، ولما بدأت تحمر خفيف ووشها بدأ يشد طلعتها وسقيتها بكوباية من اللبن البارد، ورجعتها الفرن تاني تكمل تسوية وتتحمر من فوق. اللبن بيخلي الرقاق طري من جوه بس من غير ما يعجن. تسوية حسب الفرن بتاعك. انا الفرن بتاعي بشغله على درجة حرارة 200. بحط الصينية من تحت الاول، وبعدين طلعتها سقيتها باللبن ورفعت الصينية فوق عند الشواية علشان وشها يحمر. واول ما يطلع من الفرن بغطي الصينية على طول بفوطة او بغطا ونسيبه يهدى شوية، وبألف هنا وشفا. لو استفدتوا لو بحاجة بسيطة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. ومع السلامة يا حلوين، اشوفكم في وصفة جديدة.